بقدم لحضراتكم اهم المطورين، اهم الشركات، ومن ضمن الشركات اللي هتتشرح النهارده بعض مشروعاتها شركه مصر ايطاليا. ليها اكتر من مشروع في مصر، ليها اكتر من 12 مشروع، في منهم مشاريع عايشه واتسلمت، وفي منهم مشاريع طبعا بتتبني دلوقتي سواء في العاصمه او في مستقبل سيتي او في الساحل الشمالي. فتابع الفيديو معايا الاستاذ يحيى عادل، سيلز مانجر شركه مصر ايطاليا. هنبتدي الاول بمشروع فينشي. عايزك توضح للعميل كل كبيره وصغيره، وبرضو عايزك تبين للعميل كان في بعض التاخيرات اللي كانت موجوده، ودايما بحب اتكلم مع العملاء دايما بوضوح شديد. حلو قوي بصراحه، لان العميل ممكن يكون متوضح له حاجه من بعض البروكرز، حد بيضرب في الشركه عشان ياخد العميل يوجهه لحاجه ثانيه، وانت بتشوف ده في الماركت. فعايزك برضو يا يحيى هتشرح فينشي وتوضح برضو للعميل هل كان في بعض التاخيرات في مشروعاتكم والموضوع ده اتصلح والشركه خلاص ما عادش فيه تاخيرات ولا ايه؟ تمام. انا كده هشرح دلوقتي كبروجكت فينشي، وهقول لك برضو الاستلامات عندي ايه، وهشرح لك كل حاجه بان ديتيلز. وبرضو كفكره اي مشكله انت سمعتها هنتكلم فيها ونوضحها برضو للعميل، لان برضو من الواجب ان في ناس ممكن برضو بتتكلم بيبقى برضو اللي بيسمعوا مش كله بيبقى صح. تمام. ولازم برضو نوضح لكل صح. حاجه. انا عندي ده مشروع فينشي، تمام. احنا بنتكلم كلوكيشن، هو في الار 7، احنا في الار 7، تمام، على المحور المركزي الجنوبي. ده المحور المركزي بالظبط، هو ده اللي بيبقى رابط ما بين طريق السويس لحد اخر العاصمه الاداريه. عظيم. تمام. غير برضو ان هو بيعدي كتير جدا على المساحه بتاعته قد ايه فينشي؟ احنا بنتكلم على 110 فدان، تمام. بنتكلم في 80% منه ويمكن 90% منه كمان فيلل، وبنتكلم في ال 20% الباقيه تعتبر عمارات وتوبلكسات، كمان ناحيه توبلكسات و2 بادروم و3 بادروم كابارت. تمام. هاجي اتكلم على البروجكت، انا بتكلم في 110. الديزاين بتاعي كمان باي هاني سعد. عظيم. حلو. احنا بنيجي نتكلم كايه دلوقتي، انا عندي كل المراحل دي فيلل، تمام. كل ده بنتكلم ان ده بنش ستريت. حلو. ده اللي هو الكوميرشال بتاعي اللي بيبقى بره بيسيرف على الطريق، ده فيه عيادات ومكاتب ومحلات. مظبوط. غير كمان ان انا بيبقى عندي هنا دي بتبقى حضانه انترناشونال. اوكي. بتكلم كمان ان انا عندي دي هتبقى سيرفيس ابارتمنت هنا. اوكي. تمام. بتكلم كمان ان كل ده دي مراحل كلها فيلل. دي عندي المرحله دي خلاص دي سولد اوت. انا عندي الاستلامات اصلا من اول 2024 عندي استلامات فوري، وعندي استلامات كمان في 2025 وفي 26 وفي 28 زي ما العميل عايز. يعني طبعا عندي كل ده في الفلل والشقق. ده في الفلل والشقق. الشقق الوحيده بس او الابارتمنت انا عندي دي اميز مرحله عندي اللي على اللاجون. اللي على اللاجون. انا يعتبر اول مشروع كان في العاصمه الاداريه سلم بساندي بيتش اسمه باللاجون في منطقه ريزيدنشال في منطقه القاهره الجديده. عظيم. تمام. طيب الاسعار ايه بقى عندك؟ احنا جايين نتكلم الاسعار. بتستارت دلوقتي ال2 بادروم ب 8500، تمام. بتبقى مساحتها بنتكلم من افريج 120 125 متر، تمام. وعندي كمان ال3 بادروم بنتكلم من ستارت من اول 10 ونص، بتبقى من افريج 135، في حاجه بتوصل معايا ل 140 و150 متر. اعلى مساحه عندي برضو في ال3 بادروم بنتكلم توصل ل 190 متر. عظيم. ممكن تبقى كمان 4 اور. دي بتبقى اسمها جاردن تيرس. انا عندي اكتر من اسم مسمى طبعا للابارتمنت بتاعتي، ودي بتبقى اسمها جاردن تيرس. طيب. تمام. الفيلل بقى اسعارها ايه او ايه اللي متاح دلوقتي في الانفنتوري بتاع الشركه؟ انا يعتبر لحد دلوقتي اللي عندي هو انا كله متاح. عندي استلامات زي ما انا قلت لك في البدايه من اول 2024 لحد 2027. تمام. ايه المتاح عندي؟ انا متاح عندي التاون هاوسز والتوين، وعندي ستاند الون. والستاند الون عندي بتفاصيله كتير، لان انا عندي حاجه اسمها سمول فيلا وميديوم فيلا والبيج فيلا، وعندي حاجه اسمها ايكونيك فيلا. دي اكبر مساحه عندي وبتبقى مكانهم هنا بالظبط. تمام. اوكي. هنيجي نتكلم كفكره برايس. الستارت دلوقتي انا بيبقى عندي التاون هاوس بنتكلم في ال 300 او 250 متر، تمام. الستارت برايس معايا من اول 22 مليون 500. عظيم. تمام. كبيمنت بلان برضه هنيجي نتكلم فيها. انا عندي اكتر من بيمنت بلان، تمام. دي اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي. بتكلم في 10% على 8 سنين ب 10% ديسكاونت، وبتكلم ب 15% على 7 سنين ب 15% ديسكاونت، وفي كمان 20% على 6 سنين ب 20% ديسكاونت. عظيم. والحاجات اللي هي اوف بلان اللي تعتبر هي دي الانشاءات بتاعت فينشي صح؟ هي دي الانشاءات بتاعت يعني دي كده الانشاءات بتاعته حاليا. دي عشان برضه لو الكاميرا برضه تنقلها. وعايز اقول لك ده كمان فيديو ممكن يكون قديم شويه. قديم يعني في اجدد من كده. يعني في اصلا تطور حصل من كده بكتير جدا. طب عظيم قوي.
طيب نكمل اسعار الفيلل بالنسبه للتوين هاوس. اسعاره ايه؟ بالنسبه بنتكلم للتوين هاوس احنا بنتكلم في افريج 30 ل 33 مليون. بنتكلم كمساحات بتوصل معايا من 300 ل 315 ل 325. عظيم. طب وبالنسبه للستاند الون؟ الستاند الون ستارت برايس عندي بيبتدي من اول 38,800. من اول 38,800. طب يبقى كده، ودي كاصغر مساحه بتبقى 360 متر. طيب يبقى كده اسعار الشقق بتبتدي من اول 8,500,000. دي التو بيدروم. دي التو بيدروم. والثري بيدروم؟ الثري بيدروم من اول 10.5. من اول 10.5. يقدر العميل يقسط على 6 سنين و7 سنين و8 سنين. مظبوط. وكل ما يقلل عدد السنين كل ما ياخد خصم اكبر. وعندي استلامات 2024 و25 و26 و27. مظبوط. يعني كل حاجه كل حاجه يعتبر عندي متاحه بكافه الاسعار بتاعتها برضو اللي تبقى مناسبه مع العميل، مع ان هو برضو بياخد مع مطور عقاري سمعته كويسه. ده غير كمان اللي احنا بنتكلم ان هو برضو كاي فتره زمنيه هو حابب انه يستلم. مفيش تاخيرات موجود في المشروع ده خالص. مفيش تاخيرات. ده شغال انت بشكل كويس قوي. شغال كويس جدا. في حاجات عندي استلامات ريدي تو موف من ناحيه الفيلل. انا عندي الموكب اللي ورا ده، انا المنطقه دي كلها عندي خلصانه بالكامل. دي كلها مبنيه. دي كلها كمان. وفي اساسا عندي 4 فيلل دلوقتي بنعملهم كموكب، لان الكلاينت برضو لما يحب ينزل يشوف على ارض الواقع. كل التسليمات عندك بدون تشطيب. بدون تشطيب. عندي تمام. المرحلتين دول بس هم اللي فيهم تشطيب. العمارتين دول بس هم اللي بيبقوا لو كلاينت حابب ان احنا ان هو يستلم بحاجه ريدي تو موف بسلمها له. طبعا بعرض له يعني البرودكت ده. طيب ده كده كان شرح لمشروع فينشي اللي موجود في الار 7 على المحور المركزي. المشروع ده انا عملت له اكتر من فيديو، بس حبيت ان انا اعمل ابديت للعميل اللي مهتم انه يشتري فيلا او شقه عند مطور له اسم كبير في السوق داخل العاصمه الاداريه. هندخل مع بعض بقى على المشروع بتاعكم اللي في الساحل سولاري، وده برضو من المشاريع المهمه جدا اللي مطلوبه وعليها برضو طلب كبير جدا. وعايزك توضح للعميل كل كبيره وصغيره في المشروع ده، ما بين هو في الكيلو كام، المساحه بتاعته، ايه اللي المطور بيعمله مختلف عن المنافسين ليه اللي موجودين في راس الحكمه. حلو قوي. انا هشرح لك برضو البروجكت كله من الاول للاخر. احنا بنتكلم كلوكيشن، احنا في الكيلو 199 راس الحكمه. تمام. احنا هنا بالظبط هنبقى سور في سور مع ماونتن فيو راس الحكمه. يعني هنا ماونتن فيو راس الحكمه هنا سور في سور. عظيم. تمام. وعندي الجزء ده دي هتبقى قطعه ارض فاضيه ما بيني وما بينها سوان ليك حسن علام هنا. تمام. عظيم. حلو. هيجي عرض الشط قد ايه؟ عرض الشط احنا بنتكلم عندي كيلو. تمام. حرم البحر عندي 200 متر. العمق من اول هنا لحد الجيت بالظبط، من اول البحر لحد الجيت بنتكلم في 2 كيلو ويمكن كمان 1800 كيلو 800. عظيم. هو كم هو المساحه بتاعته قد ايه؟ 386 فدان. 386 فدان. الشركه ابتدت انشاءات فيه؟ احنا مضينا اصلا مع شركه ريدكون الكونستراكشن. يعني ريدكون هي اللي هتبنيه وهي المسؤوله. احنا السنه اللي فاتت كان الفيرست لونش بتاعنا. ابتدينا دلوقتي حفرنا عملنا الاساسات في الارض. تمام. ودلوقتي من شهر 9 ابتدينا حفر ورمي الاساس. طب يعني الصيف اللي جاي هتشغلوا الشط؟ احنا اوريدي من الصيف ده كنا مشغلين الشط وكنا عاملين ايفنتات. كان كل ويك اند كان برضو راغب علامه، كنا بنتكلم في امير عيد. طيب هل الشط فيه صخور ولا لا؟ لا، ساندي بيتش كله بالكامل. الرمل عندي ساندي، البحر عندي هادي لان انا برضو قريب من الخليج، لان انا يعتبر في الناحيه دي كده بالظبط هيبقى عندي خليج راس الحكمه. طيب الاسعار ايه بقى اللي انتوا بتقدموه هنا مختلف عن اللي موجود في راس الحكمه؟ حلو. وانظمه السداد. انا عندي اولا المشروع كله زي ما انا قلت لك 386 فدان. انا متقسم ل 80% منه فيلل و20% منه شاليهات. حلو قوي. انا الشاليهات عندي فين؟ ده برضو بيثبت صحه كلامي. انا عندي الشاليهات عندي في المنطقه دي والمنطقه دي هي باينه ودي. عظيم. اي حاجه تانية عندك في البروجكت وهنا هي دي برضو شاليهات. تمام. بس لسه ما طرحناهاش دلوقتي. يعني انا عندي كل ده فيلل وعندي الجزيره اللي في النص ده فيلل برضه. اوكي. انا يعتبر بنفس ان انا بقول لك ان انا كان عندي 80% منه فيلل و20% منه شاليهات. عظيم. غير الشاليهات بميزها ميزه حلوه قوي ان هي عندي جي بلس 3. بتتكلم كمان بيبقى فيه 2 شاليهين بس في الدور دبل فيو. حلو قوي. يعني البيلدينج هيبقى 3 ادوار، الشاليه هيبقى دبل فيو. مظبوط. و2 شاليه بس في الدور الواحد. مظبوط. حلو قوي. غير كمان ان انا بسلم المشروع كله متشطب سواء فيلل او شاليهات، بس من غير تكييفات، من غير خشب المطبخ. برضو احنا البيلدنج احنا عندنا في المنطقه دي جي بلس 3 دي بالظبط، ودي جي بلس 4 كلهم يبقى فيهم اسانسيرات. عظيم. جميل. تمام. هنيجي نتكلم في المساحات ونتكلم في الاسعار دلوقتي. انا عندي الاسعار عايزين نبتدي من ورا كده. اوكي يلا. طيب خلينا. انا عندي كل المناطق دي اسمها امالفي. دي كلها بتبقى على اليفيشنز. بنتكلم من اول 3 متر لحد يعتبر 28.5 متر ارتفاع. تمام.
هاجي اتكلم كمان على التايبس اللي موجوده عندي. انا عندي من اول المصطبتين دول لحد المصطبه السبعه، انا يعتبر عندي كل ده توين هاوس وستاند الون 1 ستوري. عظيم. تمام. اسعارهم بنتكلم دلوقتي بستارت التوين هاوس من 44 مليون او اللي موجود دلوقتي في الافيلابيلتي. وكل ده شايف البحر؟ كل ده شايف البحر. تمام. المرحله دي كلها شايفه البحر. عظيم. تمام. هاجي اتكلم. الكابن متاح ولا مقفوله؟ متاح بس بتبقى باي ريكويست. اوكي تمام. انا كده مسلم منها 2 كابنز في المرحله دي، اليو ده واليو ده. هو في يو كمان احنا دلوقتي فاتحينه بس بيبقى باي ريكويست للكلاينت. اسعارها ايه الكابنز عندك؟ دلوقتي ب 24 مليون 800 بالظبط ال2 بدروم. المساحه قد ايه بتاعت ال2 بدروم؟ المساحه بنتكلم برضو في 110 120 متر. تمام. طيب. الفيلا بقى احنا قلنا من اول 44 التوين هاوس. طيب تمام. هاجي اتكلم برضو عن المرحله دي مميزه جدا عندي في البروجكت دي. بتبقى ببرايفت بيتش لاجون. تمام. كلها بتبقى تاون وتوين وستاند الون. تمام. بيبقى عندي كمان كل فيلا زي ما انت شايف هنا بالظبط بيبقى ليها البرايفت بيتش بتاعها. حلو. ممنوع ان حد يخش عليها، بتبقى جيتد. تمام. دي اسعارها ايه؟ دي اسعارها بنبتدي دلوقتي من اللي موجود في الانفنتوري. احنا بنتكلم ستارت من اول 21500 بالظبط. المساحه بتاعتها كتاون هاوس 174 متر. 174 متر. عظيم. تمام. طيب هنا الوان ستوري والستاند الون اسعارهم ايه؟ الوان ستوري التوين هاوس اللي جيت قلتها لك في الاول كانت هي اللي ب 44 مليون، اللي هي التوين اللي هي 1 ستوري. تمام. يعني دي كانت 1 ستوري. دي كانت 1 ستوري. انا اخر مصطبتين دول اللي عندي توين هاوس وستاند الون بس جي بلس 1. ماشي. تمام. عندي من دي بنبتدي من اخر مصطبه دي بالظبط، او المصطبه اللي قبل الاخيره سوري معلش. بنتكلم ان هي بتشوف البحر من الدور الارضي. تمام. بنتكلم في قد ايه؟ بنتكلم كستارت دلوقتي 28 مليون 500. 28 مليون 500. طيب الفيلا الفيرست رو عندك اسعارها ايه ومساحتها؟ لو هنيجي نتكلم على الفيرست رو انا بنتكلم من اول بالظبط 90 مليون. من اول 90 مليون. بتبقى معاها كمان ارض من مساحه 1000 متر. 1000 متر يعني طبعا مساحه الارض ودي كل 1000 متر. ودي بتبقى 1 ستوري ولا بتبقى فيلا ستاند؟ لا فيلا ستاند الون 1 ستوري. هي كمان ال1 ستوري برضه من اجل برضه الكلاينت يبقى فاهم اكتر. هي تعتبر زي فيلا بس دور واحد بس، شغل امريكي. تمام. دور واحد بس فلات بياخد عظيم. الارض كلها. طيب هدخل بقى هنا على المنطقه اللي في النص دي. عايز اعرف اسعار الفيلا اللي فيها والمساحات وايه التايبس بتاعت الفيلا اللي فيها. نفس الفكره. احنا برضو الفيز دي احنا لسه ما نزلناش بيها دلوقتي. لسه ما نزلناش بيها، بس عشان برضو نبقى عارفين انا بتكلم ان ده المين سنترال لاجون بتاعي. بالمناسبه انا عندي 131,000 كيلو متر مربع كسويمبل لاجون او ووتر فيتشرز، ومن ناحيه برضو سويمنج بولز. حلوه. تمام. بتكلم ان المرحله دي انا لسه ما نزلتش بيها. دي بنتكلم في المين سنترال لاجون بتاعنا بيبقى عندي هنا بيتش بكلاب هاوس كبير. تمام. وبيبقى عندي هنا كمان بيتش تاني. حلو. عظيم. غير ان انا برضو بيبقى عندي لكل فيلا في الفيز دي بيبقى معاها برضو برايفت بي. متوقع اسعارها هتبقى ايه؟ والله دي برضو على حسب لما في الوقت يعني 25 26. بص انا عندي هنا برضو الستاند الون بيستارت معايا من اول 25 مليون. فلو هنتكلم على قدام مثلا لو احنا ممكن نفتحها احنا لو هنيجي نتكلم في المساحات اللي هنا مثلا او الستارت برايس اللي هنا مثلا للستاند الون، انا بتكلم ان الستارت دلوقتي عندي ب 25. فلو هنيجي نتكلم على هنا ممكن تبقى بنفس السعر وممكن تبقى ازيد على حسب الوقت اللي احنا هننزل نتكلم فيه برضو. تمام. اوكي. الشاليهات بقى خش لي بقى على الشاليهات. الغرفتين يلا بينا والثلاث غرف والوان بيدروم. ماشي. اسعارها هتبقى انا ما عنديش 1 بيدروم في البروجكت خالص. انا والمرحله دي عامه هي مرحله تاون هاوسز كلها دايركت على البول. ماشي. تمام. احنا الشاليهات من اول الجزء ده. اسعارها ايه؟ طب التاون هاوسز دي بتبتدي من ايه؟ التاون هاوسز دي احنا كنا نازلين بيها برضو فتره معينه وعملنا عليها هول. تمام. وكده هننزل بيها تاني ان شاء الله قريب. المتوقع سعرها كنا بنتكلم احنا كان عندنا الستارت برايس اصلا من فتره كنا بنتكلم في حاجات برضو بنتكلم في 19 مليون. يعني ممكن تنزل ب 22 مثلا. وممكن تبقى اقل من كده كمان. وممكن تكون اقل. احنا في لما بننزل بالستارت برايس ودي مساحتها قد ايه تاون هاوسز دي؟ برضو انا اي تاون هاوس عندي في البروجكت 174 متر. 174 متر. طيب التو بيدروم في الشاليهات المساحه بتاعته ايه؟ انا التو بيدروم دلوقتي في الشاليهات عندي مش كتير. تمام. انا عندي دلوقتي ستارت من اول 10 مليون 100. من اول 10 مليون 100. 10 مليون 2 بيدروم متشطبه دبل فيو نفس الكونسبت اللي انا اتكلمت عليه في الشاليهات. طيب والثلاث غرف؟ الثلاث غرف دلوقتي بتبتدي من اول 11400. من اول 11400. هتبقى موجوده فين مثلا؟ في انهي زون؟ انا عندي المرحله دي اسمها لوميرا ودي اول فيس بعنا فيها. تمام. ودي كلها سولد اوت. عندي دي برضو بتبقى اسمها لوميرا. اوكي. وعندي المرحله دي اسمها سيسيلي.
تمام. دي اميز مرحله ان هي برضو بتبقى دايركت على اللاجون. تمام، يبقى الفيو بتاعها لاجون دايركت على طول. حلو. تمام. طيب هاجي اتكلم الستارت برايس هنا، نتكلم من اول 11 مليون 400. 11 مليون دي فري بيد. ممكن توصل معايا ل 13 700 اعلى حاجه عندي. أعلى بتبقى حاجة. طبعا بحري، شايفه فيو طيب. واسع. هنا ايه؟ انا شايف ده إيه؟ هو ده فندق ولا لا ايه؟ ده كوميرشال. انا الاوتيل عندي هنا هيبقى ايه؟ أوكي. اتحدد هيبقى ايه؟ احنا الاوتيلات اللي موجودين معاها لحد دلوقتي زي ويسترن ريزيدنس، نتكلم في هيلتون، وكمان كلمون. اوكي، كلمون ده ماضي معايا في البروجكت بتاعي كاي في السخنه. تمام. وبتكلم كمان في برضو الاوتيل بتاعي اللي هو هيلتون ده في كايرو بزنس بارك. طب وده ايه؟ احنا لسه الاثنين دول ما تعاقدناش مع اوتيلات لسه لحد دلوقتي. تمام. ولكن احنا لو هنيجي نتكلم في اوتيلات، فاما هنبقى احنا اللي متعاقدين معاهم في مشاريعنا اللي قبل كده، او يا اما ان اوتيلات شاء جديدة. الله حد اكبر باذن الله. طيب مين الشركه اللي هتعمل اللاجونز؟ هي كريستال لاجون ولا في شركه تانية؟ باحتمال كبير ان شاء الله تبقى كريستال. المفروض المشروع كله هيبقى شغال في خلال 4 سنين. اكيد في خلال لان 4 احنا سنين كده طبعا احنا زي ما قلت لك في الاول احنا معانا من شركات الكونستراكشن القويه خلاص جدا في ريدكون الماركت. تمام يا باشا. احنا كده تمام خلاص. طيب انظمه السداد بقى في المشروع كله بالنسبه للفيلل والشاليهات. اوكي، انا عندي 4 انظمه للسداد. تمام. باجي بتكلم على اول سيستم عندي او اول بيمنت بلان عندي، بتكلم في 10% داون بيمنت على 10 سنين بدون اي دفعات. في دفعه بتبقى بعد 2.5 سنين 8%. بس حلو. ايه تمام. التاني بقى؟ التاني نفس الفكره برضو، بس جزأت المقدم بتاعي، خليتها 5% داون بيمنت، وبعد 3 شهور 5% على 9 سنين. نفس فكره برضو بعد 2.5 سنين 8%. طيب غيرها؟ في التو بيمنت بلان، في بيبقى 10% على 8 سنين ب 10% ديسكاونت. تمام. وعندي ومن لا غير دي اي من غير اي دفعات حاجه بقى، دي خلاص يعني 10% على 8 سنين العميل ياخد خصم 10%. بالظبط. وبحسب له الديسكاونت الاول، وبعد كده بيدفع ال 10% من بعد الديسكاونت. حلو قوي. تمام. ايه تاني غيرها؟ غير ال 10 دي 20% داون بيمنت على 6 سنين ب 20% ديسكاونت. يدفع مقدم 20%، الباقي على 6 سنين ياخد خصم 20%. ياخد الخصم الاول، بعد كده يدفع المقدم. ياخد الخصم الاول. حلو قوي بصراحه. اوكي. ده كان شرح لمشروع سولاري. ده من المشاريع الحلوه قوي اللي في راس الحكمه، عليها طلب كبير جدا. اتمنى ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم واقدم ليكم اهم المشاريع لاكبر المطورين في مصر، في الساحل، المستقبل، في العاصمه، في زايد، في اكتوبر، في السخنه. متشكر جدا ليك يا يحيى والف شكر جدا على شرحك، ونكون دايما عند حسن ظنكم. ما تترددش لحظه انك تكلمني لو محتاج انك تسال على اي مشروع. انا وفريق المبيعات اللي موجود معايا دايما. شكرا جدا ليك.